مع النبض احد ضحايا دكتور عمرو خليل. اتفضل حضرتك، عرف الاول بالناس. انا لمياء احمد محمد مصطفى، ست بيت وساكنه في طنطا. انا كنت بركب ستاره في البيت ووقعت على رجلي. رحت لمستشفى الجامعه طوارئ، عملوا لي اشعه، قالوا لي في تمزق. انا بتحرك في البيت وبعمل شغل البيت فرجليا ورمت، ورحت للدكتور عمرو قال لي الرباط الصليبي مقطوع وكسر حته من الركبه ورجليكي اتزحزحت حاجه بسيطه من مكانها، يعني لازم نعمل جراحه. واولا بدايه دكتور عمرو ده تخصصه ان هو يعمل عمليات رباط صليبي؟ انا ما اعرفش، انا اللي اعرفه ان هو جراح عظام. تمام. فلما عمل لي اشعه عنده في العياده وقال لي لا احنا لازم نعمل عمليه لان رجليكي كده وضعها مش كويس ولازم نركب شريحه ومسمار في الركبه. ففعلا تاني يوم رحت عملت العمليه في مستشفى الدلتا الدولي، عمل لي عمليه وطلعت تاني يوم من المستشفى. كان يوم 23/7 يوم 23/7/2007. وبعدين تاني يوم طلعت المستشفى. خد فلوس على كده ولا كان؟ اخد فلوس طبعا. قد ايه؟ اخد 15,000. العمليه الاولى؟ العمليه الاولى 15,000. وبعدين طلعت المستشفى تاني يوم، رجليا كانت ورمت جدا، لابسه جبس لحد الفخذ. وبعدين رجليا ورمت جدا، فاتصلت بيه قلت له يا دكتور انا رجليا ورمت جدا وحاسه ان الجبس هيقطع رجلي. فقال لي طيب هاتي اسعاف وتعالي بسرعه على المستشفى. رحت له المستشفى، كان يوم 25/7. دخلني العمليات على اساس انه هيغير لي الجبس. عمل لي عمليه، ركب لي مسمار اسمه مسمار تشابكي. انا حضرتك الاول داخله تغيري الجبس لقيتي نفسك بتعملي عمليه؟ لا انا ما اعرفش، لان انا اتخدرت وانا نزلت العمليات. قلت له دكتور ايه اللي حصل؟ قال لي انا هغير لك الجبس عشان تقيل. طبعا اتخدرت، ما اعرفش ايه اللي تم. حتى لما سالته ليه هتخدر قال لي لان انت عامله عمليه وما ينفعش افك جبس واركب جبس وانت مخيطه رجليكي ومش هتستحملي الالم. تمام. ده اللي قاله لي بالظبط. لا اعرف هو خدرني عشان عمليه ولا اي حاجه. انا لما طلعت بعمل عمليات فوجئت ان انا عامله عمليه. يعني اللي احنا 45 سم موجود حضرتك المسمار، حضرتك عايز تشوف. قال لي هنا في مسامير الدبوس دي اتفكت خالص من مكانها وطلعت، واحنا ركبنا لك مسمار تشابكي حاجه انضف وعمليه بشكل احسن عشان يساعدك ان الكسر يلتئم بسرعه. قلت له كان ماشي، لا اعرف ايه سببه ولا عشان ايه ولا اي حاجه. بعدها بفتره اشتكيت ان رجليا اليمين ابتدى هو يقول لي اتحركي على رجليكي. اما جيت امشي بقيتش اقدر امشي وانا طبعا بعد العمليه. فلما ابتديت اسند من على العكازين حصل بقى ان رجليا الشمال لقيتها اقصر من رجليا اليمين وبترد. فقلت له دكتور دلوقتي في مشكله ان انا رجليا قد ايه كده؟ يعني الاقصر ده مثلا سنتي ونص ولا كانت بشكل كبير؟ لا شكل ملحوظ، لاني انا ما كنتش بعرف. وحضرتك المسمار اهو. شو دي؟ ما بيركبش الرجاله قبل ده المسمار ده نوع بيتركب للرجاله فقط مش للحريم، لان طوله 45 سم. طوله 45 سم المسمار. ده كان في عظمه الفخذ. معايا اشاعات تثبت الكلام اللي انا بقوله. هو ركب المسمار ده ليه؟ ايه سبب ان هو يركبه؟ انا ما اعرفش ايه السبب. انا كنت حضرتك داخله العمليه على اني هيغير لي الجبس لان الجبس تقيل وعشان كده تقل رجلي. المسمار ده اشتريتوه من بره ولا كان معاه؟ لا هو اللي جايب المسامير، هو اللي خد مننا فلوس. ده في العمليه الثانيه؟ لا في العمليه الثانيه في كل العمليات اللي عنده يعني في كل العمليات اللي تمت عنده هو اخد فلوس وجاب كل حاجه بمعرفته، ما نعرفش اي حاجه. وبعدين المسمار ده حضرتك ما قالناش عليه، ده بعد العمليه فوجئنا ان في مسمار ركب في رجلي بعد العمليه، مش قبل العمليه. قال لي جوزي انا ركبت مسمار لاني حضرتك هتستدعي كده وكده افضل لها عشان الكسر يرتفع. بعد تقريبا شهرين قال لي امشي على رجليكي، حاولي تحملي كله على رجليك الشمال. لما لقيت فيه فرق طول وبمشي هقع وانا ماشيه، رحت له العياده قلت له يا دكتور انا لما بمشي رجلي الشمال بترد وحاسه ان في رجلي اليمين طويله لدرجه اني لما اجي امشي وانقل اميل جدا، يعني في ميله كبيره، يعني حوالي يمكن 4 سم فرق، 3 سم مش اقل من كده. فانا قلت له يا دكتور المشكله. قال لي ايه؟ طب نعمل اشعه نشوف ايه مشكله رجليكي. قال لي ده رجليكي الشمال عظمه الفخذ انفصلت تماما من الحوض. ايه السبب؟ قال لي بسبب تحميلك عليها. لا رجليا كانش فيها الم ولا كان فيها ورم ولا كان فيها اي حاجه، كل المشكله ان انا بعرج جامد وانا ماشيه بالعكاز كمان، دي كان كل المشكله. قلت له طب هنعمل ايه؟ قال لي لازم نثبت مسمار عظمه الفخذ بالحوض. قلت له دكتور ده احنا لسه عاملين عمليه ما لحقناش. قال لي العمليه بتاعت رجليك اليمين هتبوظ تماما وانا مش مسؤول ومش عارف ايه. طبعا لما يقول لي انا مش مسؤول قلت له ماشي انا موافقه يا دكتور هنعمل عمليه.
دخلت اعمل عمليه، ثبت لي مسمار فين؟ في الحوض. طبعا ما رحت عشان يثبت لي مسمار في الحوض، بعد العمليه بفتره. طبعا العمليه بتاعت رجلي اليمين الشمال اتعملت بسرعه، ومشيت على رجليا ولقيت رجلي اليمين ما بتتحسنش. فانا سالته سؤال كده، قلت له يا دكتور انا عملت الشمال بعد اليمين بفتره وبس ايه في مفيش تحسن ليه في رجلي اليمين؟ فقال لي عندك مسمار في فخذ في الفوق، لان في المسمار ده بيتركب له مسمار فوق كده في المنطقه دي، مسمار بالعرض ومسمارين في المنطقه دي. فطبعا قال لي المسمار اللي فوق في فخذك ده هيعمل خراريق في العظم، لازم نشيله عشان رجليكي تلتئم. رغم ان هو ركبه الاول عشان يعوض سرعه الالتئام الاول حاجه. بس حضرتك لما هو عايز يشيله، عايز يشيل اللي هنا، عايز يشيل اللي بالعرض اللي هنا. قلت له طب يا دكتور ماشي، طب ليه هنشيله؟ قال لازم، لان هيعمل خريق في العظم وهيحصل مشاكل جامده في رجلي. بالاضافه لكده حصل تلوث في رجلي، قعدت شهر كامل يقصقص في رجلي على الحي لحد ما خدرني برضو في العمليه في العياده عنده. يقصص ليه؟ هو في حاجه نتن الجرح، نتن. ايوه الجرح نتن. كلمته يا دكتور في ريحه نتانه طالعه من رجلي. قال لي لا ما تهتميش، ده افرازات من الجرح ومش عارف. قلت له لا في ريحه نتانه، وانا شامه ريحه نتانه جامده. لما رحت عنده رجلي بقت مفتوحه فتحه كده، شفت عظم رجلي بعيني. انا قلت خلاص رجلي هتتبتر، اقسم بالله اللي بقوله ده اقسم بالله حصل. انا قلت خلاص، توقعت ان رجلي خلاص هتتبتر، رجلي كانت هتتبتر. وبعدين رحت قلت له طب يا دكتور ايه؟ بقى يصب لي اكسجين في الجرح ويقصقص. في الاخر حد من قرايبي قال له احنا عايزين نعمل مزرعه. عمل المزرعه. طبعا بعد ما قال انتوا مش فاهمين حاجه ومش عارف ايه وكلام من ده، خدرني في العياده عنده وعمل لي مزرعه. معايا طبعا الاوراق اللي تثبت ان عمل لي مزرعه. وخيط لي الجرح. انا فقت في اخر غرفتين في العياده عنده، فقت في اخر غرفتين. بعد كده يا دكتور طب الحل ايه؟ قال لي دوسي على رجليكي. قلت له ماشي. رجليا بتورم، مفيش تحسن، مفيش امشي عليها، مفيش خالص، مفيش احساس بيها. في جزء كبير في رجليا فيه كهرباء من عند ركبتي لحد تحت كده، من قبل قدم رجلي يا دكتور في كهرباء في رجلي جامده. قال لي معلش انا اسف، اصل في مشكله بسيطه حصلت. ايه يا دكتور؟ قال لي انا قطعت عصب صغير جه تحت المشرط غصب عني، فهو ده سبب الكهرباء اللي في رجلي. طب والحل ايه يا دكتور؟ طب ازاي كل الاحداث دي حضرتك ما تدخلتيش ان انت تروح لدكتور تاني، تشوف استشاره طبيه من دكتور ممكن يكون اكتر منه خبره في سن حضرتك بتعاني بدايه من اول بدايه العمليه لحد كمان ان هو يكون قطع كمان وتر العصب؟ اقول لحضرتك حاجه، انا اولا من مواليد السويس، واتنقلت هنا بعد ما اتجوزت، وقاعده هنا هوت ما اعرفش اي دكاتره. وحضرتك انا مش هقول لحضرتك صدق كلامي، لا حضرتك روح العياده عنده حضرتك سليم، واكشف على اي حاجه فيك على انها تعبانه. لو ما طلعتش من عنده مقتنع 100% ان فعلا المكان ده تعبان بحق، وانا كده اتحمل المسؤوليه كامله بحق. روح باي سبب قول له ايدي رجلي، لو ما طلعتش من عنده تعبان بحق فورا. اقسم بالله، اقسم بالله، انا بقول لك اقسم بالله، وانا قد كلامي، انا اتحمل المسؤوليه. عمل لي طبعا حضرتك الكلام ده كله. رحت له تاني قلت له يا دكتور ما فيش امل، رجلي ما بتتحسنش، 6 شهور باذن الله هتلف التراك بتاع نادي طنطا ده كله بجد يا دكتور. مش قلت له ماشي يا دكتور، دوسي على رجليكي. مفيش بقى، رجلي ورمت جدا، ركبتي بقت كده ورمه جامد. طب يا دكتور الحل ايه؟ قال لي بصي يا بنتي، اصل كده ما ينفعش ولازم تاخدي علاج للهشاشه، دخلني في سكه ثانيه. هشاشه ايه وكلام؟ حسيت ان مفيش امل بقى، قلت لا اشوف دكتور تاني. قبل ما اشوف دكتور تاني سبب شكي فيه حاجات تافهه جدا، ركبه ايطالي لبسهاني بعد ما اقنعني ان رجليا اليمين اتقطع فيها رباط تاني. بعد ما اقنعني قلت له طب وبعدين؟ قال لي احنا مش هنعمل عمليه، احنا هنجرب تجربه كده، نلبس ركبه ايطالي عامله زي جهاز شلل الاطفال كده. حضرتك لبستها رجليا هتتقطع، الركبه دي ب 360 جنيه يا دكتور. رجليا دي ضيقه جدا، كانت اخر واحده عندي يا دكتور، دي ضيقه جدا. قال لي هي دي هتناسبك، اصلها دي كاوتشو وبتوسع شويه وحاجه زي كده. ما كملتش، طلعت يا دوبك من باب اوضته لحد باب العياده بره، رجلي ورمت. قلعتها على السلم. جوزي قال له ده مش مستحمله الركبه، قال له خلاص بتلبس ركبه عاديه دلوقتي. ده يمكن السبب الوحيد اللي شككني فيه، بالاضافه اني بعد ما عملت العمليه وشال لي المسمار زي كده من فخدي، مسمار زي ده كده شاله من فخدي، مسمار زي ده شاله من فخدي، هو اطول شويه من كده، كان طوله اطول من كده حوالي 10 سم. شاله من فخدي. رحت طبعا
جوزي قال له دكتور طب ما فيش حل، هي ما بتتحسنش الوضع يا دكتور. طبعا باع لي عينات مجانيه، شركه فايزر دي ولا بتاعه الادويه، باع لي عينات مجانيه ب 300 جنيه من عنده من العياده. قال لي ما تشتريش الدواء مش عارف ايه، وانا هدبره لك انا عشان انت عامله عمليه. كنت لسه خارجه من العمليات عنده على العياده، عملت اشاعه. خلال الفتره دي من بدايه اول عمليه لحد اللحظه اللي حضرتك بتتكلم فيها، قعدتوا قد ايه في متابعه مع الدكتور ده؟ قعدنا حضرتك قعدنا فتره حوالي سنه. يعني يعتبر عملتي 3 عمليات خلال سنه؟ لا مش 3 كده، 4 في مستشفى الدلتا ويعتبر واحده عنده في العياده. طب تكاليف العمليات دي حضرتك على نفقتك الخاصة ولا هو كان متحمل جزء منها؟ لا حضرتك على نفقتي الخاصة، واخد مني 30,000 جنيه عمليات. طب آخر حاجة حضرتك عايزة توجهيها توجيه معين للدكتور وتوجيه لكل الناس اللي بتسمعينا، حضرتك عايزة توجهيه في آخر الحوار؟ عايزة أقول إن يراعي ربنا ويقول كلمة حق ويقول خلاص ضميره من قدام ربنا، وعايزة الناس تعرف إن الدكتور ده مش دكتور مسؤول، والناس ما تروحش لحد زي كده. اسمه عمرو ايه؟ اسمه عمرو خليل. اسمه عمرو خليل، وعيادته موجودة في شارع سعيد. حضرتك رفعت ضده قضية أو أي حاجة؟ أنا رافعة عليه قضية فعلا. رفعت عليه قضية إمتى؟ رفعت عليه قضية في سنة 2008. 2008. معايا طبعا حضرتك ما يثبت الكلام اللي أنا بقوله ده. وحاليا حضرتك يعني رجل حضرتك وصلت لحد فين دلوقتي؟ حضرتك أنا كانت رجلي خلاص أوشكت على البتر، فعملت إشاعات وعملت فرق أطوال وعملت فحوصات، ورحت المستشفى الشاملة كذا مرة عشان طبعا يعملوا لي نفق الدولة. ما تحملونيش، قالوا لي في ميكروب في رجليكي ما نقدرش نتحملك لان ممكن يحصل بتر. فرحت الدكتور محمد شفيق. الدكتور محمد شفيق عمل لي عملية استئصال عظم وترقيع عظم في رجليا وشريحة 14 مسمار بدون تدخل اي كام مسمار؟ 14 مسمار. 14 مسمار. ومعايا برضه حضرتك الاشاعات اللي تثبت كلامي. مركبة دلوقتي حاليا في رجليا شريحة و14 مسمار في رجليا اليمين، اما رجليا الشمال ما زالت فيها اللي حصل مسمار زي ده كده بس اكثر من ده، و3 مسامير نفس الشكل ده كده ما زالوا موجودين. سبب لي عاهه مستديمه في رجلي الشمال، طبعا حصل فيها تقوس لجوه بسبب الجراحه، لاني التئم الكسر بوضع غلط او ثبت الكسر بوضع غلط. وحاليا الوضع القانوني بتاع حضرتك في القضيه معاه وصل لحد فين؟ كانت القضيه اتاخرت في الطب الشرعي واتحفظت وطلعت من الحفظ بامر المحامي العام، وكانت واقفه على استشاري جراحه عظام واستشاري جاب طبعا تقرير اثبت فيه ان في خطا والدكتور قعد عمليه وحاجه زي كده، وكان في استشاري الاشاعه اللي يثبت، لان الدكتور بيدعي ان انا كان عندي اعوجاج، ان طبعا التشخيص اللي انا قلته والكلام ده كله نقره تماما، وقال ان انا عندي اعوجاج والتصاق وحاجات زي كده. فطبعا وحاليا مش بيبقى المفروض ان في تقرير مبدئي للدكتور قبل اي عمليه؟ ما هو حضرتك التقرير ده انا كشفت تقرير عادي يعني كشف عادي، واللي هو قال ان انا عندي رباط صليبي مقطوع. ممكن حضرتك تستغرب طب ليه دخلت تاني وتالت ورابع؟ هقول لحضرتك زي ما انا قلت لوكيل النيابه وقلت رئيس النيابه ده دكتور. اكيد ما تقدريش ما تعرفيش اي حاجه في التخصص. انا واحده مش كمان برضو مش متعلمه، انا معايا الابتدائيه ما اعرفش اي حاجه عن اي حاجه، ده دكتور. لو حضرتك مش مقتنع بكلامي روح له. ماشي شكرا. احنا عملنا حضرتك حوار لان عرفنا ان مدى المعاناه اللي حضرتك بتعانيها من الدكتور ده، واحنا برضو نقلق جدا ان يكون في مرضى ايضا بنفس وضع حضرتك. في حضرتك ومش في حاله في الحاجه سوريا جايب لها سقوط قدم، في رجليها الاثنين، في كذا حاله مش انا بس ده حاله فشلت يعني مثلا البني ادم مننا بيغلط. هي مش حاجه. حضرتك عملت العمليه وحضرتك قلت لي كان بيتابع هل حسيتي منه ان هو بيسعى للمال فقط؟ طبعا. شكرا لحضرتك وربنا يشفيك ان شاء الله.